السلام عليكم. رجعنا تاني بقى للمدرسة والدروس والهوم ورك والتمارين. لو في يوم وقتك كان ضيق وما عندكيش وقت تعملي غدا، يبقى يلا بينا نعمل أسهل وألذ وأطعم غدا قبل ما الولاد ترجع من المدرسة. أطعم من المبكبكة، طعمها أحلى كتير، كمان اقتصادية. ممكن تعمليها سادة، تنفع غدا، تنفع عشاء، تنفع لجوع آخر الليل، تنفع معاكي وتمشي بأي حاجة. عايزة تعمليها مكرونة سادة بتبقى طعمة جدا، عايزة تعمليها بالصدق زي ما عملت تمام جدا. عندك حتة لحمة مفرومة متعصجة تحطيها تمام، عندك فراخ فاهيتا هتبقى حلوة قوي، عندك كفتة حمريها وحطيها معاها، عندك لحمة بايتة قطعيها وحطيها معاها، بتبقى تحفة في كل الأحوال. وفي صينية واحدة هتوفر عليكي المواعين. يلا بينا. جبت الصينية حطيت فيها معلقة من السمنة البلدي، حطيت 600 جرام من المكرونة أي شكل انت تحبيه وتفضليه. معايا بصلاية كبيرة أو بصلتين متوسطين فرماهم ناعم، معايا فلفل ألوان أو فلفل أخضر اللي عندك حطيه، 3 طماطمات متقطعين مكعبات صغيرة. معايا الصدق دوت أنا كنت مشوحاه كده على الجريل. لو مش عندك عادي ممكن تشوحيه في اي طاسه عندك. وقطعته. معايا معلقتين من الصلصه، معايا نص معلقه من الفلفل الاسود، وزيها من الثوم البودر والبصل البودر والكزبره والكمون ورشه كده من الشطه والبابريكا. وكمان حطيت معلقه من السبع بهارات ومكعب مرقه. وبس كده خلصنا اكلتنا. نزلت بقى بالميه المغليه، ولازم تكون مغليه زي ما انت شايفه كده، وهديها تقليبه. وكمان بقى ظبطت الملح بتاعي، حطيت معلقه صغيره من الملح وزيها من السكر عشان اعادل حموضه الطماطم والصلصه. قلبي بقى الاكله بتاعتك وسيبيها تغلي على نار عاليه اول 5 دقايق، وهغطش عليها ووطي 4 دقايق كمان. بس في خلال ال9 دقايق دول، خلال سوى المكرونة، بفتح عليها وأقلبها لحد ما تتشرب الصوص أو المية بتاعتها، وهنا بيبقى طعمها تحفة. ظبطي بقى ملحها، لو محتاجة ملح ظبطيه. بس كده بصي، أول ما تلاقيها دخلت كده، الصوص دخل بيوته كده زي ما بيقولوا يعني، وأخدت الشكل دوت واستوت، دوقيها. واحلى حاجه وانت بتعملي اكلك لازم تدوقيه عشان تظبطيه. خلاص طفيت، وانا بحب كده اسيب فيها شويه من الصوص. سهله جدا، طريقتها حلوه قوي، اسهل من المبكبكه كتير. وطعمها يجنن بجد بجد، طعمها حلو قوي. بتتجهز كلها على بعضها كده، بتاخد 10 دقايق بتحضيرها بتجهيزها على النار كل حاجه. احنا عارفين سوى المكرونه ما بيتاخرش، بتطلع جوسي، الولاد بيحبوها جدا. براحتك خالص، حابه تحطي على وشها كمان حبة كده من الجبنة الموتزاريلا وتدخليها تحت الشواية تاخد وش، براحتك. انا بحبها كده من غير جبنة ولا حاجة، بيبقى طعمها حلو قوي، رائع. جربيها بإذن الله هتعجبك وتعجب الولاد. ولو عجبتك وصفة النهاردة ما تنسيش اللايك والشير وتعليق لو بحرف يرفع الفيديو ويوصل لأكبر عدد ويستفيد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.